تحت شعار المصلحة العليا تجمعنا، نظم مجموعة من النشطاء الكرد في سوريا ملتقى حواريا لمناقشة وضع الشعب الكردي في سوريا بمشاركة عدد من الناشطين السياسيين وبعض الأحزاب السياسية في المنطقة والكتاب والمثقفين، وذلك في صالة عفرين بمدينة قامشلو. تركز الملتقى على عدة محاور أساسية، أهمها إبراز دور الكرد السوريين منذ بداية الثورة السورية ومشاركة الكرد خلال الأزمة السورية في حماية وحدة الأراضي السورية. كما وتطرق المشاركون خلال الملتقى إلى الحقوق المشروعة للشعب الكردي ضمن الدستور السوري الجديد ودعم الحراك السياسي الكردي للوصول إلى ورقة خطاب واحدة ليتم فتح باب النقاش أمام الحاضرين وطرح آرائهم ومقترحاتهم لتوحيد الصف الكردي وحل القضية الكردية في سوريا لمواجهة التحديات ونبذ خطاب الكراهية. على هامش الملتقى التقت عدسة روج آفا مع عدد من النشطاء الكرد المشاركين في الملتقى الذين أكدوا بأن الهدف من الملتقى هو توحيد الموقف الكردي. تثبيت ومناقشة حقوق الكرد ضمن دستور جديد، دستور يكون قانوني لكافة السوريين، وأيضا دعم وتشجيع الحراك السياسي الكردي للوصول إلى ورقة خطاب واحدة ووثيقة تفاهم واحدة بين جميع الأحزاب الكردية من خلال عقد مؤتمر وطني جامع لكافة السوريين، وأيضا الخروج ببيان مشترك يعبر عن الرؤية المشتركة التي سيتم استنتاجها من خلال المقترحات التي يتم تداولها الآن من خلال الحضور. نعتقد بأن المرحلة الجديدة في سوريا الجديدة تقتضي أن تتوحد كل القوى الكردية، يعني الأحزاب التي هي خارج الإطارين، الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية، كل هذه القوى يجب أن تتوحد وأن نتفق على رؤية كردية مشتركة. هذا ومن المقرر في ختام الملتقى الخروج ببيان يعبر عن الرؤية المشتركة التي سيتم استنتاجها من خلال المقترحات التي يتم تداولها من قبل الحضور في الملتقى.